اهلا يا فنانين. النهارده انا هعمل زي مقارنة كده بسيطة بين طبيعة سكتشين. سكتش كنت عملته 2021 وسكتش في 2025 اللي احنا هنعمله دلوقتي. السكتش الاولاني احنا لبورتريه نظرة امامية بس بوضع مختلفة شوية. كانت لقطة سريعة قوي، يعني تقريبا اخدوا تقريبا الاتنين نفس الوقت، يعني على ما اتذكر يعني ان الاتنين تقريبا اخدوا نفس الوقت. البورتريه اللي على اليمين لو معرفتوش هي مين، فدي صورة للفنانة ناهد السباعي. انا بحب نحتة وشها قوي وبحب درجة بشرتها. فبعد ما عملت برصاص وعملت فيه شوية تظليل اشتغلت عليه بالالوان المائية. طبعا ورق السكتش مش اقوى حاجة للالوان المائية بس اداني ريزلتس كويس. لكن السكتش التاني هيكون مونوكروم، يعني هستخدم فيه لون واحد بس، او بمعنى اصح احادي اللون. احادي اللون يعني هستخدم فيه لون واحد بالدرجات بتاعته كلها، بقيم الظل والنور اللي ممكن تطلع من اللون ده بس. تمام كده. ايه طبعا مش هوصل لغوامق قوي لانه برضو مدة السكتش مش هتكون طويلة، بس يعني مش هدي تفاصيل واقعية، هيكون في تظليل سريع، هو سكتش سريع يعني تقريبا نفس الفكرة بالظبط. بس هنا اديت شوية تركيز على الألوان المائية، هنا مفيش ألوان مائية، هي بس اللون اللي هسكتش بيه هو اللي هشتغل بيه على طول التظليل والحاجات دي كلها. فأنا استخدمت لون أزرق من ألوان الفابر كاسل بس اللي هي البروفيشنال شوية مش الكلاسيكية. يعني اللي اسمها بوليكرومس تقريبا عشان الناس تبقى فاهمة هي إيه. تمام. الفكرة هنا ان انا حبيت ان انا اشتغل في سكتش قديم. انا عادة برسم، يعني برسم حاجة في صفحة ما بعملش قصادها حاجة، بسيب الصفحة اللي قصادها فاضية عشان افضل محافظة عليه السكتش او الرسمة نظيفة. بس حبيت ان انا اعمل مقارنة هنا لاحساسي انا شوية. السكتش كان سريع بس برضه طلعت فيه مشاعر زي ما كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على طول في بورتريه برضه بالوان الخشبية، ان احنا ممكن سكتش لما يكون حر او سريع وبسيط يديني شوية يعني طاقة، يعني يديني طاقة ويخرج مني طاقة، فأخرج أنا بقى منه خلاص عندي بقى مود جديد، عندي طاقة ممكن يحمسني إن أنا بقى خلاص أشتغل حاجة جديدة، أفتح بورتريه كمان يلا اللي بعده. فاهمين قصدي؟ وسكتش يجيب سكتش وسكتش يجيب سكتش لغاية لما البراكتس بتاعتي تزيد وشغلي يزيد ومهاراتي ترجع تتطور تاني، وما يحصلش معايا بقى موضوع الارت بلوك بقى والحاجات دي خالص. فاهمين قصدي؟ فالفيديو هنا هو 7 دقايق او تقريبا 8 دقايق اللي حاجة بسيطة، بس انا هحطه في قائمة البنت هنا مغمضة، مفيش تفاصيل جوه العين نفسها عشان العين اصلا مقفولة، بس في شوية تفاصيل على الجفن. النحتاية اللي موجودة بسبب وجود كرة العين تحت الجفون مدياني احساس حلو قوي، ده غائر وبارز وعالي ويبدأ ياخد ايدجز كده وياخد انتقالات من الغامق للفاتح بنعومة وطريقة لذيذة، رغم ان طريقة التظليل بالهاتشن، والهاتشن واضحة مش مندمجة، يعني الخطوط خطوط واضحة، تهشير واضح، مش خطوط مندمجة وناعمة مع بعضها. رغم كده الا ان انا حسيت كأني برسم تمثال اصلا من كتر ما انا حسيت ان هو في نعومة في ملامح البنت، وطريقة التظليل ساعدتني اني اعمل ده، برغم ان هي المفروض ان هي خطوط حادة على شعور ان هي حد مغمض. حد مغمض دي عادة يا اما نايم، سرحان، قاعد في مود لطيفة، مش يعني عايش حاجة معينة جوه دماغه، فبيدينا احنا احساس بالريلاكس، يعني في هدوء في صمت. فكده، وخاصة كمان ان بقها مقفول، يعني مفيش اي اكشن على وشها تاني غير ان هي تقريبا مرتاحة، فده بينقلك انت شعور. فوانت برضو بتشتغل السكتشز بتاعتك او بتحاول تدرب نفسك، حاول ان انت تشتغل بالطريقة دي، يعني تختار ريفرنسز كويسة. يعني ايه ريفرنس كويسة؟ يعني تديك احساس، تهديك، يعني انت بس حاسس ان انت بتأكشن كده مع حاجة او جواك حاجة سلبية، حاول تختار ريفرنس بسيط، ريفرنس هادي ينقلك الشعور بتاعه. يعني شعور البنت ده اتنقل لي، انا حسيت ان انا بعد ما خلصت السكتش كمان مع مونوكروم، يعني انا ما نقلتش اصلا لقلم تاني ولا لون تاني ولا شفت اصلا هينفعوا مع بعض ولا جربت ولا اي حاجة، فاداني احساس بالهدوء خالص. دي ميزة الشغل بالمونوكروم او لون واحد
او سكتشز احادية اللون. اعملوا سيرش على الموضوع، شوفوا ناس اكتر اشتغلت بالستايل ده، المونوكروم ده، وشوفوا الدراسة اكتر. يعني هي اصلا يعني طبيعة لنظرة العين او للاكشنز للتصوير والحاجات دي، بس لما تقروا عنها وتعرفوا عنها اكتر هتتبسطوا بيها، تحسوا فيها اريحية. كمان كتير كتير هتسهل عليكم ان انتوا هتشتغلوا حاجة الوان وفي نفس الوقت بلون واحد بس. فانا حسيت ان هي ادتني مود لطيف، حسستني مشاعر حلوة. السكتش كمان لذيذ قوي. كمان لما بتشتغل في الحتت اللي فيها الاضاءة وتدي لمسات بسيطة قوي بالازرق. طبعا اللون الازرق اصلا بيدينا برضو احساس حلو، من الوان الطبيعة سبحان الله في السماء وفي البحر، فبيدي احساس بالهدوء، بيسحب منك النيجاتيفيتي كده خالص، يعني عارفين كده، بيخلي عندك كده يعني flexibility او مرونة ان انت تتعايش مع حاجات تانية. تحسوا ان انتوا خدتوا باور من البحر ورجعتوا على البيت، فعندكم طاقة ان انتوا تواجهوا بقى احداث البيت ومسؤولياته والحاجات دي كلها. فهي دي الفكرة بالظبط. اللون كمان بيدينا نفس الاحساس ده لان هو مرتبط بذاكرتنا بالحاجات دي. فحاولوا وانتوا بتشتغلوا السكتشز مهما كانت سريعة والحاجات دي كلها، وان انتوا تكونوا بتتمرنوا ان انتوا تستخدموا حاجة تساعدكم ان انتوا تخرجوا من اي طاقة سلبية، تشتغلوا على شخصيتكم، تشتغلوا على المشاعر بتاعتكم من اول وجديد، وتخرجوا من حاجات وحشة، ترجعوا بعد السكتشز اللي انتوا عملتوها بطاقة اكبر. عندكم طاقة ان انتوا تشتغلوا تعملوا كل حاجة في حياتكم، ويكون مودكم احسن. عندكم يعني مساحة فاضية خلاص، يعني كأننا فضينا من كوبايتنا شوية وعندنا استعداد ناخد حاجات تاني ونروح نفضيها بسكتشز تانية، وهكذا. في كل الأحوال احنا المستفيدين. وزي ما قلت لكم عالجوا نفسكم بسكتشز بتاعتكم، زيها زي الجورنال. اشتغلوا على الموضوع ده زي ما بتكتبوا جورنال، لا شغلوا مزيكا او اشتغلوا على طول السكتشات بتاعتكم، فرغوا فيها الطاقة، فرغوا فيها الشعور، هتخرجوا بمود حلو قوي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وخدتوا سكتش معايا. متنسوش تشاركوني سكتشاتكم على انستجرام، هحطلكوا الرابط في صندوق الوصف. وكمان متنسوش ان انتوا لايك وسبسكرايب وشير بقى وكده. واشوفكم على خير يا فنانين، يومكم كله فن وسعادة. باي باي.